بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. أمر جلالة الملك محمد السادس نصره الله المجلس العلمي بإصدار فتوى شاملة توضح أحكام الشرع من الزكاة. والزكاة شعيرة من شعائر الإسلام، وهي الركن الثالث من أركان الخمس، وعمدة من أعمدة الدين. قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. ولقد قرنها الله عز وجل بالصلاة في مواضع كثيرة، وهي واجبة بالقرآن والسنة والإجماع. والشرع الحكيم ركب عليها عدة ثمرات ومقاصد جليلة، من بينها طلب رضوان الله تعالى والقرب منه ونيل محبته. قال صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. ثم دخول الجنة ونجاة من النار، لأن في الإنفاق تكثير للحسنات وتكفير للسيئات، لقول عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك، حديث الرقم 1010. صدق الله العظيم، والسلام عليكم.